انا كزملكاوي عايز اسال جماهير نادي الاهلي سؤال صغنن قد كده. جماهير نادي الاهلي واداره نادي الاهلي ولاعيبه نادي الاهلي، هو انتوا ليه لما تتعادلوا او تخسروا تقولوا المظلوميه والحكام؟ عايز اعرف بس السؤال ده، لان انتوا فضحتونا في كل حته. معلش يا جماعة، أنا طالع أتكلم على الراجل المحترم الزملكاوي اللي حاطط أستك في الباسو ده، في راسه ده. هو معلش في اللفظ. مين اللي فضحكم يا حبيبي؟ الأهلي هو اللي فضح الدنيا وبتاع، حصلت أفريقيا انتوا بقى. الأهلي هو اللي فضح الدنيا، الأهلي هو اللي بيبكي وبيقول الحكام والظلم ومش الظلم. ظلم يا ابني. يا ابني ده انت البطولة الوحيدة اللي انت خدتها آخر مرة بتاعت أفريقيا دي، اللي هي الكونفدرالية. الكونفدرالية دي هي الواد جايب الكرة من جوه الشبكة. انت كل ماتش لازم تصيحوا كده، هو يعني انت كل ما تتغلبوا لازم تطلعوا شماعاتكم وبلاويكم وتحطوا بلاويكم وشا... ومشاكلكم عندنا احنا. تقول لك الاهلي بيطلع يصيح وخارب الدنيا ومش خارب الدنيا. خارب الدنيا يا حبيبي. يا حبيبي انت لما مش عارف اقول لك ايه، بس يعني مشكلته ان الواحد ما بيعرفش يغلط في حد او يعرف يهين حد. في بعض من الزوجية المحترمين واصدقائنا وزي الفل، بس واحد زيك انت ما يمثلهمش انت اساسا. بالاستك اللي انت حاطه في راسك ده هو انا كل اللي مضحكني في الفيلم ده الاستك اللي انت حاطه في راسك. مش عارف انت ما تدخلش الاهلي يا ابني معاك في جمله مفيده يا ابني عشان ما تزعلش. هو بس الاهلي ايه؟ الاسد يمرض ولا يموت. هم بس سنتين كده هو تعبنا فيهم بالنسبه للضغط المباريات والبطولات البطولات العالميه وكاس العالم والسوبر الافريقي والدنيا. انتوا ما تعرفوش الكلام ده. هو انتوا مش قصتكم. انتوا مش قصتكم دي هي. انتوا قصتكم كلها الدوري ازاي فين بتاع. انت حط عليكم اسوان امبارح ولسه هيتحط عليكم، يعني ما تقلقوش. انت طالع الاستاذ جمال عبد الحميد. المشكله انا على فكره انا عذر جمهور الزمالك لسبب بسيط. القدوه بتاعتهم اللي هم اللعيبه بتاعتهم الكبيره اللي هم بيطلعوا في الاعلام والكلام من ده، هو بيتكلموا كلام اساسا عبيط. ما بالك انت بقى الجمهور؟ يعني انت الكلام العبيط بيطلع اساسا من الاعلاميين نفسها، ما بالك انت بقى الجمهور؟ يعني واحد زي الحاج جمال عبد الحميد ده هو طالع يقول لك اسوان لعب الزمالك في النهار وراح لعب الاهلي في الليل، وانا بعد كده هراقب اسوان ليه يا عم؟ وانت شغال في الرقابه الاداريه عشان تراقب اسوان؟ انت مالك يا عم؟ والمدرب بتاعهم فيريرا راح يتكلم مدرب اسوان يقول له يا ريت انت تلعب قدام الاهلي زي ما انت بتلعب قدامنا. يا عم انت مالك يا عم؟ هو انت اتغلبت هتروح تسلم عليه الف مبروك، ربنا يتمم على خير عقبال البكاري وتتوكل على الله تمشي. ملوش لازمه الهري اللي انت قلته له ده. هو تقول له انت لازم تلعب قدام الاهلي زي ما لعبت قدام الزمالك، انت خدت على عينك وغير العارضه شالت. يعني انت لو الحظ مع اسوان كان طلعوا اربعه النهارده يعني، وفي الاخر جاي تروح تقول للمدرب العب قدام الاهلي زي ما تلعب قدام الزمالك. والراجل ابو استك ده يقول لك الاهلي فاضح الدنيا. فاضح الدنيا مين يا ابني؟ ده الاهلي يا ابني. مدرب غنى للمحللين لما جاب شاف الكوس اللي عند الاهلي. بص عايز اقول لك اتفزع، قال لك ايه ده؟ انا فين؟ بتقول لك ده احنا في المنصات العالميه. شوفوا انتوا فين فين في الترتيب العالمي والترتيب المحلي والترتيب الافريقي؟ انتوا مش موجودين. بص في الاستفتاءات الرابطه انتوا فين؟ انتوا مش موجودين. ده انتوا بتطلعوا كل مره بملحق. الله يخرب بيوتكم 3% و2% و8%. يا ابني يا ابني يا ابني بطل. اسكت خالص ما تتكلمش تاني.